دقيقة نحولها. اوكي 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 اوكي. تطلع قمر تالي على كيف تروح غير القمر. اوكي تنزل القمر بالاتجاهات، تروح تدور نايل سات. اوكي تنزل على الاغلاق. يعني طلعت عندنا الاشاره، طلعت الاشاره مالته اغلاق. طيب موافق بحث شبكه تصعد، تخطى البرنامج المشفر على المدير، تفتح بس المفتوحات. موافق وتطلب بدء. اوكي راح يوحدها يبحث. خلص واحد بحث تلفزيون او جي LG شاشه LG 42 و32 هم نفس الشيء، نفس الخطوات ونفس العمل. هسه اكتمل البحث وراح ندخل قنوات. نبدا ندخل قنوات. نعطي اغلاق. اول شغله نسويها ندوس اللسته، لانه ما يعطيني قنوات كامله، يعطيني 172 قناه. فاذا كملهن 1022 قناه ندوس اللسته، دوس الازرق، الزر الازرق راح تطلع عندي هاي القائمه. اعبر على الدي تي في وانطيها اوكي. فايش قد راح يعطيني قنواتي كامله اللي هي 1029 قناه. الصندوق لكن طبيعة الانتظام والتخطيط كيفية تردد هكذا صندوق وطبيعة الاتصال عليه شاشات متابع في سيستم سياق هذا التخطيط. اعداد دوسه، ننزل توليف يدوي. اوكي اذا قبل لا نشوف بالاتجاهات راح نروح، تطلع هاي القائمه، ندوس الزر الاحمر راح ندوسه، تطلع عندي هاي. ادخل التردد اللي مراد تنزيله 0275. ننطي اوكي وننزل الموافق. هم ننطي اوكي بعدين اوكي ننطي اوكي. راح الاضافه تصير بقلم عالي اضافه اوكي. هو يخطر. خلصنا نطلع بالويب سايت. ملاحظة مهمة لمشاهدة الفيديو بجودة عالية، نضغط على الترس الموجود في الأسفل كما نلاحظ واختيار الجودة المناسبة لنا. وفي نهاية الشرح أرجو الضغط على زر الإعجاب في الفيديو والاشتراك في القناة وعمل مشاركة للفيديو. كما نلاحظ نقوم بنسخ اسم الفيديو وعمل مشاركة للفيديو في أي موقع تودون المشاركة فيه، مثل جوجل بلاس أو غير موقع تودون المشاركة فيه. كما نلاحظ وعمل مشاركة للفيديو لتعم الفائدة إلى جميع الأصدقاء، والدال على الخير كفاعله. وأشكركم جزيل الشكر، وانتظرونا في شروحات قادمة إن شاء الله.